السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وفيديو مختلف. فيديو النهارده بقى سهل وسريع، فيديو مشتريات. الفترة اللي جاية هيكون في شغل هاند ميد، بوكيهات العرايس والهير بيس وكل الحاجات بتاعت لوازم العرايس يعني. فجبت الخامات بتاعت الشغل الهاند ميد، وقلت بقى ان انا اشاركها معاكم. كمان لو حابين كمان تبدأوا مشروع هاند ميد، الحاجات الأساسية اللي انتوا تحتاجوها. انا جبت الورود، جبت مجموعه من الورود كده مختلفه. طبعا ما تسالونيش عن اسامي الورود، انا مش حافظه ولا اسم من الاسامي، انا بجيبهم كده بالشكل، يعني شكل الورد اللي بيعجبني بجيبه. طبعا لو العروسه بعتالي صوره للبوكيه اللي هي محتاجاه، فبجيب الورود اللي في البوكيه، بس بغير شويه حاجات يعني بسيطة كده. عارفين يعني أنا ما بحبش اعمل الحاجة او الصورة يعني زي ما هي بالظبط، فدايما لازم كده اغير في حاجات في الصورة اللي العميلة يعني بتكون بعتها. المهم يعني والحمد لله النتيجة بتطلع احلى بكتير بصراحة يعني. جبنا شوية ورود كده للبوكيهات اللي هتكون معانا الفترة الجاية ان شاء الله. كمان جبت اللي هو البيبي فلاور ده، اللي هو بيبقى بلدي، بيبقى طبيعي يعني. لازم بيكونوا حاطينه في تقريبا ميه وخل علشان يفضل اللي هو ايه يعني ما ينشفش يعني. بس لما بنيجي نستخدمه بعد كده بقى في البوكيه عادي بنقصقص وبنشتغل عادي مفيش مشكلة. اما الورود التانية دي كلها صناعي. جبت كمان الهيش، جبت كام واحدة كده من الهيش، بنحتاجهم كتير جدا في البوكيهات، بتبقى بصراحة يعني خاصة البوكيهات اللي بتبقى طويلة بنحتاجها، لازم تكون موجودة في البوكيه. فجبت منه شوية كده يعني حلوين كده عشان يقضوا معانا كام بوكيه ولا حاجة. مش كل شوية بقى نفضل نروح ونيجي وكده. ارخم حاجة بقى في الهيش اللي هو في حاجات كده بتطير يعني، مش اللي هو كل شوية تلاقوا حاجة بتقع منه كده. بس كشكل في البوكيه بصراحة بيدي شكل حلو جدا. عندنا كمان الشكل اللي هو الحاجات اللي بتبقى، انا مش عارفه ده ايه بصراحه، بس بيدي شكل حلو في البوكيه. مش عارفه والله الاسامي الصراحه. بس ده شكله حلو، بس يعني اللي هو الهيش شكل، وده شكل، والتالت اللي انا ماسكاه دلوقتي ده شكل تالت يعني. التلاتة عجبوني، ف جبت يعني ايه كام واحده كده من كل شكل. فاهمني؟ انا هحطهم لكم التلاتة كده مع بعض، هتلاقوا كل حاجة بتدي شكل مختلف، بس احنا هنستخدمهم التلاتة يعني. فاهمني؟ بيدوا شكل حلو جدا للبوكيه. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف بعد كده معانا ايه. بصوا بقى اللي هي دي، اللي هو الخيط اللي بيبقى بنلف بيه ال- البوكيه بعد ما بنخلصه، طبعا بنلف بيه الشكل النهائي. تعالوا بقى شوفوا معايا الكيس ده، يعني هو عبارة عن كيس صغنن كده. بس بقى تخيلوا الكيس ده بإيه، يعني هو تقريبا كده معدي ال1000 جنيه ولا حاجة. شوية الحاجات اللي في الكيس دي شوية يعني اللي هو كريستال، وشوية كان في ايه كمان، اللي هم الاستراس، وشوية حاجات بسيطة جدا. يعني ما شاء الله معديين 1000 جنيه يا جماعة. فتعالوا بينا نشوف الحاجات اللي هي أساسية لو هنعمل بيها الهيربيس. وكمان لازم يكون عندنا النوعين اللي هما السلك دول. في سلك بيكون تخين وجامد كده، والسلك اللي هو بيكون رفيع، بيبقى مرن معانا ان احنا نشكل بيه بسهولة. طبعا كل الكلام ده هنقوله بالتفصيل لو هنعمل الحاجات اللي هي التيجان والحاجات دي مع بعض. كمان جبت كمان اللي هو الورق ده بنستخدمه بعد بقى ما بنخلص البوكيه، بنلفه في الورق ده علشان نسلمه بقى للعروسة. بيكون يعني بيتسلم كده يعني بطريقة شيك يعني وكويسة. جبت كمان ده اسمه اللي هو اسمه ايه، ورق كروشيه. بيبقى حلو جدا، هنعمل بيه برضو توزيعات بتبقى حلوة جدا.
جبت كمان التل، طبعا لا غنى عنه، هنستخدمه في حاجات كتير، زي التوزيعات هنستخدمه فيها، زي كمان البوكيهات لازم بيبقى اللي هي الماسكه بتاعه الايد بتاعه العروسه، فليه استخدامات كتير. جبت منه يعني كام متر كده يبقوا عندي. وكمان اللي هو الاسترس ده هو بيبقى زي شريط كده، ده بيدي شكل حلو جدا. كمان في الاسترس اللي هو بيبقى رفيع ده، دي بقى حاجات اللي هي عارفين تفاصيل صغننة للتقفيل البوكيه، يعني هنستخدم منها حاجات بسيطة للتقفيل بقى الايد بتاعة البوكيه في النهاية. يعني طبعا هتشوفوا كل الكلام ده بقى في الشغل اللي جاي ان شاء الله يبقى حلو جدا. كمان جبت الورود دي اللي هي بتبقى بلاستيك، بتبقى حلو جدا، ممكن يتعمل بيها اللي هي البوكيهات اللي بتبقى بالكريستال، زي ده الكريستال معانا اهو، جبت منه كمان كام واحدة كده. كمان اللي هي بيتعمل بيها التيجان اللي هي الهيربيس، يعني بيدخل في حاجات كتيرة جدا، فجبت منه شوية حلوين كده. جبت كمان بقى عندنا يعني الخرز بيبقى منه اشكال كتيرة جدا، فانا عندي شوية، فجبت بقى منه يعني ايه كذا شكل كده. فلازم يكون عندك حاجات يعني ايه اللي هي الاساسيات دي، الاساسيات اللي تقدري ان انت تبدأي بيها لو هتبدأي مشروع زي كده. جبت كمان اللولي، جبت منه حجمين صغير وكبير، لازم يكون عندك كمان مقاسات مختلفة من الخرز، لازم يكون عندنا مقاسات مختلفة. زي اللولي انا جايبه حجمين، حجم صغير وحجم كبير. اللي هو العقد بيبقى ب10، وكريستال العقد بيبقى ب15، اما الاسترس اللي هو الطويل ده بيبقى ب20. كمان انا هنا بوريكم بقى الخيوط دي انا هستخدمها للصواني الزجاج في تزيينها يعني. هنا بوريكم بقى ان الخيوط دي في منها احجام، في حجم تخين وحجم رفيع، وفي كمان ارفع من كده. هوريهولكم كمان واحنا بنستخدم البوكيه، مستخدماه يعني في البوكيهات. السلوك بتتوزن بالجرامات، بتبقى على حسب، يعني انا جايبه اللي هو السلك التخين ده 165، اما الرفيع 250. اسعار الهيش الفرع ب15، واسعار اللي هي الورود البيضة ب 200، وكمان اللي هي الملونة ب 130. اما الفروع اللي هي الصغيرة اللي هي الورد الصغنن ده بتبقى ب 45 او 35، يعني على حسب. بس كده، دي الاسعار ودي الخامات الاساسيه اللي نقدر نستخدمها لو هنعمل الهاند ميد. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب اكون قلت كل التفاصيل. طبعا لو في اي سؤال عن اي حاجة اكتبولي تحت في الكومنتس، واستنوا الفيديوهات اللي جاية هيكون فيها شغل حلو جدا للهاند ميد، وهنستخدم فيها كل الخامات دي مع بعض. وما تنسوش تشتركوا في قناتي لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ما تنسوش تعملوا لايك. شكرا لكم، سلام عليكم.